اهلا بيكم. معاكم مروه الابياوي مدربه الصوت والتحدث الجماهيري. النهارده هنتكلم عن 3 حاجات بتخوف الناس انهم يتكلموا قدام الناس. بمعنى ايه؟ انت خايف انك تتكلم قدام الجمهور عشان اول حاجه ان حد يحكم عليك. ما تقلقش، احنا اول ناس بنحكم على نفسنا عشان الانر فويس بتاعنا بيكون نيجاتيف انر فويس. وقف جادجمنت على نفسك، وقف حكم على نفسك، هتلاقي الناس وقفوا حكم عليك. وخلي بالك وانت بتكلم الناس استخدم التقنيه دي او استخدم التكنيك ده. talk to a child. مش معنى ان انا بقول لك talk to a child انك تكلمهم بطول للاطفال. talk to a child معناه انك تتخيل وانت بتتكلم قدام الجمهور انك بتتكلم قدام طفل، لان واحنا بنتكلم قدام الاطفال مش خايفين من الحكم، بنديهم مشاعرنا، بنفتح قلبنا قوي، فبالتالي صوتك هيكون واثق، صوتك هيكون قوي، وهيكون عندك openness. تاني حاجة بتمنعك انك تتكلم قدام الناس انك خايف ما تكونش مستعد. حته الاستعداد، كتير من الناس بيبقوا عاملين باوربوينتس رهيبه وبيكون عندهم معرفه كبيره قوي وهم اللي بيخوفوا نفسهم. خلي بالك ان مفيش حد يمتلك كل المعرفه اللي في الدنيا. انت عندك علم، ولو الاخر سالك سؤال انت مش مستعد ليه، اعمل التقنيه دي. ودي تالت حاجه هتكلم عنها، open up yourself. يعني افتح نفسك، قول للناس في اي اسئله. ما تقولش للناس في اي اسئله وانت عامل كده، قول للناس في اي اسئله. هيبرسيف يو، هيبداوا يتصوروك انك حد واثق من نفسه، وهيبداوا يدوك اسئله في مجال تخصصك. طب فرضا هم ادوني اسئله في مجال مش تخصصي، قول لهم ده مش في مجال تخصصي. او فرضا ادوني اسئله انا ما عنديش اجابات ليها، قول لهم النظريات مثلا رد من الردود ان لسه ما فيش ابحاث عن النقطه دي، او المره الجايه ان شاء الله هرد عليها باستفاضه اكتر، او وقتنا ما بقاش يسمح لكل ده، او اديني الايميل بتاعك وانا هبعت لك كل الاجابه عليها بالتفصيل. في ردود كتير، بس اهم حاجه تكون انت عندك اوبنس مفتوح قدام الناس، ويكون عندك ثقه بنفسك عشان تقدر ترد. واعرف ان فوق كل ذي علم عليم. الكارتول بيقول لو انت مش خايف انك ما يكونش عندك معرفه والناس بتسالك، المعرفه هتجيلك اوتوماتيك تلقائيا، هتلاقي عندك معرفه. ودول كانوا 3 مشكلات و3 حلول، وانت هتقدر بعد كده قدام الناس انك تستمتع وتحس ان البابليك سبيكينج هو حماس وشغف واستمتاع، مش مجرد خوف. النهارده كان معاكم فيديو عن البابليك سبيكينج، استنونا في المرات الجايه ان شاء الله، وهنناقش معاكم كتير من المشاكل زي رعشه الصوت، زي عدم الثقه بالنفس. لو عجبك الفيديو شير ولايك وسبسكرايب للقناه بتاعتنا، قناه اليوتيوب، وكمان شير ده لحد يكون محتاجه. وان شاء الله باذن الله منتظرين تعليقاتكم واسئلتكم وهنرد عليها باذن الله. كانت معكم مروه الابياوي مدربه الصوت والتحدث الجماهيري.